الحاجه بتاعتنا انا مجهزاها اهي، بشره جزر والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، ومقطعه شويه ليمون مقشره القشره بتاعتهم بس. وطبعا بالنسبه للزيتون انا نقيت الزيتونه اللي هي تبقى فيها طريه شويه او فيها بقعه، وخليتها لوحدها، دي عاملها ببطرمان لوحده. وعندي الليمون، وعندي طبعا الليمون تاني اللي لسه هضربه، هصفيه واضربه تاني برضو في الكبه. الحاجه بتاعتنا اهيت. وهنبدا بقى اخش اضرب الفلفل الاحمر، وبعد كده اوريكم ايه الخطوه اللي بعدها. كده يا حبايبي كل حاجتنا جاهزه اهي. البطرمانات الحمد لله معقماها وغسلاها كويس جدا. ده الزيتون اللي هو قلت لكم عليه، اللي طلعت اللي فيه فيه بقع شويه، يبقى فيها بقع يعني كده اهي. فدي بركنها لوحدها على جنب اهي، بخليها لوحدها. دول هعملهم بطرمان لوحده. وادي الليمون. وده الليمون اهو ضربته في الخلاط وهصفيه حالا. وده الفلفل مجهزاه، الفلفل ضربته اللي هو الفلفل الاحمر. الفلفل الاحمر اهوت جهزته وضربته